الفيديو كول والمكالمات الجنسية، ومش بس أنا هتكلم النهاردة في حلقة النهاردة عن المكالمات الجنسية اللي هي الصوتية فقط، لكن هتكلم على أضرار والمشاكل اللي هي بتكون أنت مش شايفها بسبب إن حضرتك سائر وهائج ومحتاج إن أنت تعمل علاقة، أو سخنت على التليفون اللي أنت بتتكلم فيه مع الطرف الآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وسعيد عليكم يا رب، وأتمنى زي ما بطلب منكم في الفيديوهات اللي أنا بعملها في المنصات الأخرى، فياريت إن انتوا طبعا تتابعوني هنا وتتابعوني في المنصات الأخرى عشان تبقوا متابعين لكل جديد. أنا يمكن اتأخرت عليكم شوية في الفيديوهات اللي أنا بعرضها معاكم في ال اليوتيوب، بس لكل تأخير في أخيرة يعني زي ما بيقولوا. وآخر الحلقة إن شاء الله هقول لكم إجابات على بعض الأسئلة اللي جات لي فيه بخصوص العادة السرية، هل بيأثر على الطول، برضو المشاكل الأخرى، وكمان مشاكل العلاقات الجنسية الخطر اللي بتؤدي إلى الإصابة بأحد الأمراض. فبرضو هقول لكم على إجابة سؤال أو اتنين هيفيدوكم أكيد، فتابعونا للآخر، لايك وشير ومتابعة، واستمتعوا بحلقة جميلة إن شاء الله النهاردة، وغلطات كله بيقع فيها في موضوع الفيديو كول. طبعا لو سألتني الفيديو كول اخطر من الافلام الاباحيه، وركز معايا وما تقوليش انت بتقول وخلينا عايزين نتفرج على الافلام الاباحيه وبتاع والكلام ده كله. طبعا انت لو متابعني من زمان هتفرج على اضرار الافلام الاباحيه في الفيديوهات السابقه ومشاكلها والنفسيه والكلام ده كله. لكن لو انا هتقارني ما بين الافلام الاباحيه في خطورتها والفيديو كول، الفيديو كول اخطر بكتير جدا من الافلام الاباحيه. وده لسبب وحيد فقط لا غير. ايه هو السبب اللي بيخليني اقول لك الفيلم الاباحي اقل خطوره من الافلام من الفيديو كول؟ لان الفيلم الاباحي انت بتتفرج عليه، الاضرار اللي انت عارفها فقط لا غير هي دي اللي هتنوبك من اللي هو ايه، ان انت تبقى عندك مشاكل نفسيه بسبب الخيال او الاضرار النفسيه، الخيال اللي بيجي لك في الافلام الاباحيه. ادمانك للفيلم الاباحي ممكن يوصل بيك ان انت تبقى مدمن للافلام الاباحيه عادي خالص وبتحب تتفرج، وتحويلك نفسيا زي ما قلت لك من شخص سوي لشخص بيتفرج على الانثى كانها فقط، يعني ان هي اداه لعمل العلاقه الجنسيه زي ما انت بيعلموك في الفيلم الاباحي. اتفقنا. هو نفس الموضوع في الفيديو كول، لكن الفيديو كول فيه خطوره تانية كمان زي الفيلم الاباحي. فعشان كده بقول لك الاضرار النفسيه، الاضرار الجسمانيه، ان انت بتعمل عاده سريه او بتكتم العاده السريه فبيجي لك التهاب في البروستاتا، نفس المشكله في في سرعه القذف، والكلام ده انت هتشوفه في المستقبل. وكمان انت ممكن تدمن موضوع الفيديو كول بالظبط زي الافلام الاباحيه. ولغايه هنا الفيلم الاباحي زيه زي الفيديو كول، لكن خليك معايا، قلت لك فيه خطوره اكبر، قلت لك ليه الفيديو كول اكثر خطوره من الفيديو الاباحي، فاصبر. تلاتة، الفيديو كول نفس الموضوع انه بيخلي عندك الخيال الواسع، خيالك واسع. يعني ايه؟ لما بتيجي بتتزوج او بتاع، فانت بتطلب من اللي قدامك حاجات في مقابل، سواء كان بمقابل مادي او لو انتوا مخطوبين. على فكرة انا بتكلم على كل الموضوع اللي بيحصل فيديو كول، او انتوا حبيبة، اتنين حبيبة واثقين في بعض، فالاضرار واحدة. يعني انت راجل خاطب ومتقبلة خطيبتك ان هي تعمل موضوع زي ده، او حبيبتك وحبيبتك متقبلة تعمل لك موضوع زي ده، وانتوا تتكلموا مع بعض بالطريقة دي بتهيصوا الموضوع مع بعض. انا كل ده لسه ما اتكلمتش على الجانب التاني، فاصبر ما تستعجلش في الحكم على الفيديو. فنفس الاضرار، انا بتكلم على الاضرار الجسمانيه، هي اللي هتحصل لك بالظبط لو انت بتتفرج على فيلم اباحي، او هي نفس الاضرار لو انت بتدفع فلوس. عشان في ناس دماغها بتاخدها يقول لك لا انا مش دافع فلوس، لا اصل احنا بنحب بعض. يا معلم مش حاجه اسمها اصل احنا بنحب بعض واصل احنا بنكره بعض او اصل احنا ما بنعرفش بعض. يعني الموضوع ده كله هي كلها اضرار، فالافضل ان انت تمسك نفسك طبعا. كذلك الفيديو كول، انا بتكلم لغايه دلوقتي على الفيديو كول اكنه زي المكالمه، فركز في الموضوع ده كويس. يعني الفيديو كول انا بتكلم اكنه لسه انت بتتكلم، انت ايه لابسه ايه دلوقتي، ومين هون عليك الوقت، وقولي لي اللون بتاع مش عارفه الايه، وده لونه ايه، وده عامل كذا، وانت قاعده ازاي، وانت بتسمع فبتتخيل. نفس المشكله الخاصه بالفيديو كول، ان انت بتشوف اللي قدامك سواء زي ما قلت لك بمقابل مادي او بالحب يعني. الخطر الأكبر بقى اللي هو بيفرق ما بين الفيلم الإباحي والفيديو كول، حاجة خطيرة جدا، ان انت ممكن في الفيديو كول يحصل لك عملية ابتزاز، وان انت بتكون متصور وانت بتبعت الصور او بتعمل الكلام ده. وبلاش تكابر لانه هي بيجي لك على احد المنصات المعروفة. فاللي بيحصل، وركز معايا في الموضوع ده،
بتبقى في ساعات شبكات يا جماعة او شبكات اجرامية. وخلي بالك من الموضوع ده، شبكات اجرامية. ايه الشبكات الاجرامية دي؟ بتعمل ايه؟ بتروح هي اوريدي يعني عندها 3 4 سيدات، 5 سيدات، 6 سيدات، 7 سيدات في دولة غير دولتك اللي انت مقيم فيها. وركز معايا، سواء كانت انت مقيم في اي دولة من الدول العربية تحديدا يعني. اللي بيحصل ان انت بتتعرف عليها، فبتقول لك تمام انا مش هي طبعا وفقا ممكن تكون ان هي بتبقى طبعا بتعرف انت ساكن فين، مقيم فين، بتدرس الحالة هي معاك ان انت تقدر يعني انسان وارد جدا يكون معاك مبلغ مالي او بتاع، وانت طبعا يعني ايه ما بتسترش، انت تملي انت يا اما وزير يا اما مدير يا اما سفير، يعني انت مش اقل من الشغلانات دي. وما تفتكرش ان انت كده ذكي يعني، لان هقول لك في اللي جاي ايه. فاللي بيحصل هي بتبتدي اوكي تمام، لا انا معجبه بيك جدا ومش عارفه ايه. طب انت طبعا بتبتدي هي ترمي لك هنت التسخين عشان انت تطلب منها طلبات اللي انت عايزها، وهي بتجاوبك في الطلبات. بس خلي بالك الشاشه بتاعتك هم بيصوروك منها، بيعملوا لك السيف سكرين، فيديو سكرين. فانت باين عندها زي ما انا زي ما انت شايفني كده، فهمت؟ لو مفلقس فانت هتشوف ايه، شايفاك مفلقس. انت هتطلع سحلبوزك فهي شايفاك بطلع سحلبوزك، فركز معايا واهدى تمام. فيبقى احنا قلنا الاضرار، بس خلي بالك دي فضيحه. فهو في الوقت اللي هي بتكلمك فيه بتعرف اكونتاتك ايه، بتعرف ارقام الاكونتات، وبيبقى فيه وراهم هاكر. الهاكر ده بيوصل له كل المعلومات بتاعتك، وبيبتدي يحاول يخش في الاكونت بتاعك زي الفيسبوك، وبيبتدي مثلا او الانستجرام او الاكونتات دي كلها، وبيبتدي الراجل ده بيشوف الناس اللي انت متابعهم، وبيخش يصفي لك الناس دي كلها يبقوا عنده. خلاص. ووارد جدا 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 ان هو يخترق حسابك فعلا، ويبقى الناس دي هو اللي بيكلمهم، هو اللي ليه سلطة فيهم. فيبقى انت عندك الخطرين دول. بيحصل ايه بقى يا زعامه؟ اللي بيحصل ان انت طبعا فرود، ووريني طبعا سحلبوزك، انت ما بتتاخرش بتروح مطلع سحلبوزك، تقول لك يا ده بتاع، طب واعمل كذا، وتعمل انت اشكال بوشك طبعا عجيبه غريبه وبتاع، وباين انت في الكادر تمام. بعد كده بيروح جاي لك رساله صوتيه على تليفونك يا حلاوه، تلاقي واحد بيكلمك يقول لك ايه، تمام يا معلم ايه اتبسطت؟ فانت تقول له مين انت؟ يقول لك لا ما انت متصور معانا حتى، شوف كده. فتلاقي في فيديو بيتحمل، فتشوف وشك طبعا وبتشوف بتاعك انت الجميل، وهي بتبقى باينه كصوره صغيره، لان انت مصورين الشاشه بتاعتك انت مكبرينها، هي بتشوف نفسها صغيره، فبيبعتوا لك الفيديو اللي هي مصوره لك، ويبتدي يبتزك يا معلم. بيقول لك بقى بص، ده والدك، دي والدتك، دي اخواتك، دول صحابك. ممكن تكون طبعا مسيف صحابك وزمايلك في الشغل، فانت من الخوف تبتدي تدفع اموال، واذا دفعت على طول بيبتدي الموضوع متكرر. فالافضل، انت هتقولي طب نصيحتك ايه؟ هقول لك ما تدفعش، لانه كده كده هيفضحك وهيستفزك يعني، كده كده. فانت لو دفعت هيجي لك تاني يقول لك ادفع، لانه عارف ان انت زبون وخايف، وانت اللي فضحت نفسك. فخلي بالك يعني، عامة هي ايه، دي نصيحتي ليك. انت بقى خايف اصل هم هيشوفوك، اصل هم يعملوا، ودفعت هيبتزك تاني، لانه عارف ان انت راجل دفيع. وطبعا بتبقى انت حاسس بقمة الخوف والرعب ان انت الناس دي تعمل لك كده. ادي نفس القصة يا جماعة اللي انا بحكي لكم، دي مشاكل الفيديو كول واخترتها. مشاكلها الجنسية نفسها زي بالظبط مشاكل الفيلم الإباحي، هي لا بزيادة ولا بنقصان، هي. لكن الخطر الأكبر ان انت بتتعامل مع حد، فالحد ده بيبقى بيصورك وبيستفاد ده، وممكن ان هو كمان يضيع مستقبلك المهني. وكمان انت ممكن تلاقي نفسك عندك مشكلة نفسية في الوقت ده، والخوف والرعب والتوتر، خصوصا لو انت متجوز ولا بتعمل كده. فالموضوع بيبقى صعب، لان انت ممكن تخسر حياتك الزوجية الحالية بسبب عباطة وتفاهة انت ارتكبتها في وقت هيجان. متخليش الهيجان ياخدك لسكك انت في غنى عنها. خلي بالكم من اللي انتوا بتتكلموا معاهم. انا السبب ان انا بقول لك فيديو او الفيديو ده، انه مش بس مشاكل بتبقى كمان من الناحيه الجنسيه، او المشاكل اللي بيجي لك امراض لو انت بتعمل علاقه خطر، لكن كمان ممكن تجي لك مشاكل خاصه بحياتك انت، وبتهدد امنك انت بالظبط يعني. ممكن تخسر فيها شغلك، تخسر فيها مصلحتك، تخسر فيها حياتك الزوجيه بسبب فيديو ملوش اي 30 لازمه انت عملته.
وابتدى ينتشر وياما شفتم، واكيد انتم تعرفوا. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات لو انتم تعرفوا حد حصل له الموضوع ده. ردا على فقرة الأسئلة وبسرعة كده هنقول سؤالين جولي. هل العادة السرية بتؤثر على طول السحلبوز بتاع حضرتك من عدمه؟ لو انت مدمن عادة يعني هل بيتأثر؟ لا يا معلم، هي بتأثر على نموك ماشي، تأثر على صحتك ماشي، لكن هي ما بتأثرش على الطول. الطول ده كده كده، الطول ده انت يعني زي بالظبط طول البني آدم، فاهم؟ فدي حاجات ربانية، فانت مش هتقدر ايه تعدل فيها ولا بالعادة ولا بغيرها. لكن نموك انت ممكن يضعف، ممكن زي ما قلت لك صحتك تتأثر بموضوع العادة السرية. الاستفسار التاني اخواتنا اللي بيقول لك حصل ده بخصوص الامراض الجنسيه، وانت طبعا عندك الحلقات دي كلها، تتفرج على فيلم العاده وتتفرج على ليله الدخله وتتفرج على الافلام دي كلها، وما تنساش اللايك والشير والمتابعه. ونخش على السؤال التاني، بيقول لك انا عملت جنس فموي وانا فقط لا غير، هل ده بينقل الايدز؟ وعملت تحليل بعد 80 يوم سواء جيل تالت جيل رابع. عامه الجنس الفموي ما بينقلش مرض الايدز، صعب جدا جدا ينتقل الا بحالات يعني نادره، فالموضوع صعب يعني. ومع ذلك عملت تحليل وطلع سلبي، فانت سلبي فاطمن، وده تاكيد على انه الجنس الفموي ما بينقلش مرض الايدز. بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله انتظرونا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، مش هتاخر عليكم تاني. بدعمكم نستمر، فيا ريت لايك وشير متابعه وانشروا الفيديو ده على اكبر نطاق. ولو عندك اي استفسار تقدر تتواصل معي على كل المنصات الاخرى عشان نقدر نتواصل مع بعض، او سيب لي سؤالك في الكومنت وانا هرد عليك. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.